ملخص اخبار النهارده، اخبار الاهلي والزمالك وبعض الاخبار الاخرى. جايب لك شويه اخبار هيفيدوك جدا. طبعا كل خبر انا جايبه لك بالمصدر. قبل اي حاجه عزيزي المشاهد، ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعه فضلا وليس امرا. الله يكون متابعه هيفيدوني جدا، فما تبخلش عليه بالاثنين. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. وفقا للصحفي محمود شوقي، سيد عبد الحفيظ متمسك جدا بضم عوده الفخوري الجناح الايسر الاردني واللي بيلعب في فريق الحسين. وفقا للصحفي محمد ابو علي، هناك مصدر داخل النادي الاهلي اخبرني بان النادي يدرس عوده وسام ابو علي لصفوف الفريق مره اخرى، خصوصا ان وسام لديه رغبه قويه جدا في العوده للنادي الاهلي مره اخرى. وفقا للصحفي محمد جمال وتطورات صفقات الاهلي، بالنسبه لهادي رياض لاعب بتروجيت، نادي بتروجيت رد على الاهلي بالموافقه على كل التفاصيل. بالنسبه لجريديشار قريب جدا من العوده للدوري المجري. أما بالنسبة ليوسف بالعمري، في حال إتمام التعاقد سيتم الإعلان مباشرة عن الصفقة واللاعب يحضر للقاهرة يوم الثلاثاء. بالنسبة لأشرف داري، هناك جلسة اليوم لحسم أمر اللاعب سواء بالخروج أو تسوية التعاقد. بالنسبة للمهاجم الجديد، هيتم الإعلان عن المهاجم نهاية الأسبوع الجاري. وفقا للصحفي عمرو نبيل، هناك لاعب مصري يحمل الجنسية البلجيكية من مواليد 2005 يقترب بشكل كبير جدا من الانضمام للنادي الأهلي، وده مركزه نصف ملعب. وهناك لاعب آخر فلسطيني مواليد 2005 أيضا يقترب من الانضمام للنادي الأهلي بشكل قوي جدا، واللاعب ده بيلعب مهاجم. الأهلي يقرر قيد إبراهيم الأسيوطي في القائمة الإفريقية. مصطفى قابيل لاعب نادي أربيل العراقي ومهاجم منتخب العراق للشباب، في تصريحات صحفية: تلقيت عرضا رسميا من الأهلي والأمر متروك لإدارة النادي. وفقا لموقع كورة بلس، قرر الأهلي فسخ تعاقده مع مدافعه عبد الرحمن رشدان بعدما قطع إعارته مع مودرن سبورت في يناير الجاري. رسميا المصري البورسعيدي يضم مصطفى العش معارا من الأهلي. رسميا تعيين الحكم المغربي جلال جيد لإدارة لقاء منتخب مصر ومنتخب نيجيريا اليوم في تمام 6 مساء بتوقيت القاهرة. وفقا لموقع في الجول، تمهيدا للتعاقد مع ثنائي أجنبي تحت السن، الأهلي يقرر انتقال إبراهيم كاظم وريندروف وأوبونج لنادي دولفي الذي يشارك في القسم الثاني والذي يحظى برعاية من الأهلي. وفقا للصحفي أحمد الخولي في موقع الجول، ديانج يبلغ الأهلي بتراجعه عن اتفاق التجديد بعد وصول عرض من أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا لا يمكن رفضه، وبذلك سيستمر لنهاية الموسم فقط ثم سيرحل. بس كده عزيزي المشاهد، ملخص أخبار النهاردة، جايب لك كل خبر بالمصدر. لو شايف إن أنت استفدت من الفيديو فضلا وليس أمرا، ما تنساش الله يكون متابعة، واستناني كده كده بنزل نفس الفيديو يوميا بأهم الأخبار. وقبل ما أقفل الفيديو، ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.